كان في قرابين بتقدم من الأرواح البشرية، وكان من أقوى الجان الحاقد على بني الإنسان تحدى الخالق البوابات النجمية. المعيز عندنا على الأرض فيها حاجة مميزة. تعالوا أخدكم لحقبة زمنية قديمة قوي مليئة بالأسرار، السحر والعالم السفلي ومرضة مخلوقات الجان وعفارتها. وايه علاقة المعيز بالمخلوقات العالم السفلي؟ واشمعنى هذا الحيوان متصدر جميع كتب السحر والافلام والدراما، وكل الاثر ما بيبينش غير هذا المخلوق من الحيوانات؟ ايه علاقة المعيز بالعالم السفلي؟ وايه حقيقة القرابين اللي لازم تقدم للعالم الجان؟ وايه موضوع البوابات النجمية في الوقت تعالوا يلا وانا اقول لكم حقيقة الحقبة الزمنية دي وازاي بيستغلوها في عالم الاسحار والسفليات. عشان تكون جزء من المغامرة وتعيش معانا احداثها بكل تفاصيلها، جمد قلبك ودوس لايك وخليك مستعد واشترك في القناة وجهز وفعل الجرس وشير الحلقة عشان نزورك وانت في مكانك. يمكن يجي عليك الدور في يوم وتكون انت سر من أسرارنا. يا مساء الفل على الكل، مساء الحب والود من غير نفاق ولا كده. مساءكم جميل زي قلوبكم بالظبط، يا رب تكونوا في احسن حال وراحه بال. وحشتوني يا اسود من الحلقه اللي فاتت للنهارده. ايه موضوع القرابين والحيوانات واشمعنى المعيز هي اللي متصدره جميع الكتب وجميع الاثر؟ وايه علاقتها بالجن؟ هي اصلا ليها علاقه؟ الحقيقه مخلوق او الحيوان المعيز بالذات ليهم علاقه وعلاقه قويه جدا ببني الجان، واللي انا هقوله لكم النهارده ده ما اعتقدش ان انتوا سمعتوه قبل كده. قلت لكم في الحلقه اللي فاتت لما رب العباد امر بتغيير الارض لما كان الجان محتل الارض، او قبل ما رب العباد يجعل في الارض خليفه، امر الملائكه بالملحمه اللي قلت لكم عليها الحلقه اللي فاتت وبالحرب لتطهير هذا المخلوق من على الارض. ورب العباد اللي متبقي منهم اللي انا قلته لكم برضو الحلقه اللي فاتت من الملوك وزوجاتهم نفاهم للارض الرابعه، لان ربنا سبحانه وتعالى يعلم مدى تكاثرهم وقدراتهم اللي هو مديها لهم غير بني البشر اللي ربنا جعلهم على الارض خلفاء. رب العباد نفى الجان في الارض الرابعه، وكلكم عارفين ان من ايام الفراعنه كان بعض الفراعنه بيستخدموا القوه الخفيه او الارواح الغير مرئيه في بعض الطقوس اللي كانوا بيعملوها، او لقراءه الطالع، او باقامه الحروب اللي بيعملوها او طبعا كان بعض الفراعنه مش كلهم. وكان في حقبه زمنيه من بعد الفراعنه لحد وقتنا هذا كان فيها سحرة وكفى. جميع السحرة كانوا منتشرين على الارض، او كان لسه مخلوق الجان مسيطر او روحه متعلقه بالارض اللي هو كان عليها قبل ما بني البشر يعمر الارض. فكان في من بعض هذه المخلوقات العنصريين اللي كانوا متضايقين قوي ان الارض باللي فيها راحت لحد المفروض ان اقل منهم في التكوين اللي رب العباد خلقه لهم. من وجهة نظرهم ان هم مخلوقين من نار يعني قوة، وان مخلوق من طين هو اللي يسيطر على الارض. فكانوا مش سايبين بني البشر في حالهم، كانوا بيدوروا على الوسطاء الروحانيين او خدام الشياطين من الناس اللي كان شكلها مميز علشان يخلوا او يزرعوا في نفوس البشر الاختلاف والعنصرية، عشان يفتحوا بوابات ليهم للمرور لبني البشر والسيطرة عليهم. بانهم كانوا ياخدوا مثلا الشخص اللي عينه عين، اللي عنده علامة مميزة في كف ايده، او عنده نوع معين من البصيرة، ودي كلها خلقة رب العباد وحده لا شريك له. كانوا بيستهدفوا هؤلاء البشر وكانوا بيوهموهم انهم مميزين وان هم مختارين على الارض عشان يجعلوهم وسطا ما بينهم وما بين مرورهم على الارض مرة اخرى. المهم كانوا بيعلموا الناس السحر، وكانوا بيعلموهم المفروض الحاجات السحرية او استخدام الارواح. اول واحد استخدم او تعامل مع مخلوقات البشر كان واحد من اهم حكام ومرضة الجان، وكان من اقوى الجان الحاقد على بني الانسان. قبل ما اقول لكم اسم هذا الحاكم لازم تكونوا محصنين وما
تخافوش، اذكروا الله في قلوبكم وعلى ألسنتكم يقيكم من شر مخلوق أي كائن متعد من هذه المخلوقات. الحاكم الأول الذي كان يسيطر على الأرواح أو بعض الناس المميزين في خلقتهم أو بس الهلاوس في عقولهم كان الحاكم تهنترغيائيل. نصيحة مني، اوعى حد يردد الاسم ولا حتى بينه وبين نفسه. هذا الحاكم من حكام الجان أول من يتجسد في مخلوق أو الحيوان اللي هو الماعز. حيوان الماعز كان أول من يتجسد له هذا الحاكم، كان هو أول من يتجسد روحه في هذا الكائن. كلكم عارفين إن الجان ما يقدرش يظهر لنا بهيئته الحقيقية غير لسيدنا سليمان فقط، وعلشان يتعامل مع بني البشر كان بيتجسد في هيئة معينة، والماعز اختاروا هذا الحاكم للأسباب اللي هقولها لكم دلوقتي. اللي كلكم ما تعرفوهوش ان المعيز عندنا على الارض فيها حاجه مميزه بتشد هذا المخلوق او بتديله باور او طاقه على الارض. يعني ايه يا ساره؟ ليه هو زئبق احمر ولا ايه؟ تصدقوا بقى ان اكذوبه الزئبق الاحمر دي مغلوطه، وان وريد من اورده هذا الحيوان هو من يبحث عنه هذا المخلوق من مخلوقات الجان، وهو الوحيد اللي تقدر تحضر عليه بعض الارواح السفليه علشان هذا الوريد بيدي طاقة لهذا المخلوق. وعلشان زمان كانوا يقدروا يسيطروا على أي روح كانوا بيجيبوا المعيز دي ويقدموها قرابين لبني الشياطين. واللي أنا عايزة أقوله لكم كمان إن أعوام الجان وأيامهم غير أعوامنا وأيامنا. دي أول حاجة. تاني حاجة، الحاجة المتعارف عليها عند بني الجان لمروره لبني الإنسان أو اللي بيسموها أكذوبة البوابات النجمية ليس لها أي أساس من الصحة، ولكن الحقيقة إنهم بالفعل مؤمنين وعارفين كويس قوي إن قوتهم وحركتهم المستقبلية أو حركتهم اللي فيها قوة وسيطرة على بني البشر هي الأيام الهجرية، أي علم الفلك. حركة النجوم والكواكب متابعينها بشكل كبير جدا، وليهم أيام معينة وساعات محددة علشان تقدر تسيطر على أي مخلوق من هذه المخلوقات. لازم وقت معين، فكانوا بيستخدموا المعيز دي كتقديمها للقرابين، وده طلب منهم هم شخصيا للناس المميزة اللي قلت لكم عليهم أول الحلقة. كانوا بيعبسوا في عقولهم ويوسوسوا لهم بأنهم يدوروا على هذا الحيوان ويقدموهم قرابين علشان قواهم تقوى، وليهم أيام معينة في الشهور الهجرية أي الفلكية. وطبعا مش هقول لكم إيه هي الساعات والأيام علشان أصحاب النفوس الضعيفة. كانت المعيز بتقدم ليهم، وكان لازم طقوس معينة، وكان لازم يكون في عدد من البشر موجود، أي بالنسبة لهم أرواح بشرية تكون موجودة لها عدد معين في نفس الساعة المعينة في نفس الشهر الهجري اللي هم فيه هالاتهم أو قواهم بتكتر أكتر وأكتر على السيطرة لبني البشر. وده طبعا بترتيب وتكتيك واحد اللي هو تحدى الخالق على بني البشر. وكان هو اللي دايما بيمدهم بيعملوا ايه مع البني ادمين، لدرجة ان هو بقى يستخدم البني ادمين نفسهم في خراب ودمار الارض، يعني مننا فينا. ركزوا معايا، الطقوس اللي كانوا بيستدعوا بيها هؤلاء الارواح المعيز، وده أول حاكم يتجسد ظهوره في هيئة هذا الحيوان. أدي أول سبب عشان تعرفوا إشمعنى المعيز المتصدرة أو كناية عن إيه. قلت لكم اسم الخادم اللي اوعوا تكرروه. تاني حاجة، المثلثات، المربعات، الدوائر، المستطيلات، الأشكال الهندسية اللي ليها أسرار لا حصر لها ولا يعلمها إلا الله، ومن يجعل له القدرة على اكتشاف هذه الأشكال الهندسية اللي ليها علاقة بالبوابات النجمية أي الساعات الفلكية وحركة الكواكب اللي بتكون على الأرض. من هنا هذا المخلوق بيستغل قدراته في هذه العلوم وقدراته في تعليم ما وراء الطبيعة اللي رب العباد تاني هو اللي مديها له، وبيقيموا هذه المراسم في أيام معينة في الشهور الهجرية للسيطرة والاستحواذ على الأرض، أو من وجهة نظرهم إنهم تاني يقدروا يسيطروا على الأرض. الكلام ده مش في الحقبة الزمنية اللي قلت لكم عليها وبس، الكلام ده
لحد دلوقتي في بعضهم واهمين انهم يقدروا يسيطروا على الارض باستحواذهم عن طريق البوابات اللي هي انت وانت. انتوا البوابات للعالم السفلي، قلتها مرة واتنين وتلاتة. انتوا البوابات دي، وانتوا السبب في ان بعض المخلوقات او قوى الشر تسيطر على نفوس بني البشر، وبقوا يستخدموكوا انتوا لتقويتهم هم. وكل ما بتفسدوا وتشركوا اكتر واكتر، كل ما قواهم على الارض بتقوى اكتر واكتر. واللي انا عايزه اقوله لكم من الحقبه الزمنيه اللي انا بقول لكم عليها دلوقتي، للاسف الشديد من علامات يوم القيامه انها هترجع من اول وجديد. هل في قرابين بتقدم من الارواح البشريه؟ نعم. في ايام معينه من الشهور الهجريه؟ نعم. هل في ساعات معينه وعدد معين لمرور هذه الارواح او تقويتهم؟ للأسف الشديد نعم. لأول مرة أقول لكم المعلومات دي، بس كان لازم أقول لكم حقيقة اللي بيقال. بيستغلوا الجهل، بيستغلوا الناس اللي بتجري ورا الطالع، بيستغلوا الناس في إشاعة بعض الإشاعات اللي هم عاوزين يبثوها في عقول وأرواح الناس للتشكيك في العقائد والتشكيك في الألوهية. وللأسف الشديد يوم عن يوم بيقووا أكتر وأكتر. لما حضرتك تنقل معلومة مغلوطة تديها لغيرك، وغيرك يديها لغيرك، وغيرك يديها لغيرك، لبعض النفوس الضعيفة الغير مؤمنة بالله عز وجل، فبيدي فرصة لانتشار الفساد أكتر وأكتر. وانتوا اللي بتشجعوا على تقوية هؤلاء المخلوقات اللي بيستبدوها من ضعفكم وبعدكم عن الخالق وقلة إيمانكم، هي اللي هتخليهم يسيطروا على العالم أكتر ما هم مسيطرين. أسفة، بس كان لازم أقول لكم على الحقيقة إن الكون ده ليه أسرار لا تعد ولا تحصى. حيوانات ليها دلالة قوية، أشكال هندسية، دورة فلكية، بعض ضعفاء النفوس بالتعاون مع هذا المخلوق للسيطرة من جديد على الأرض. ده اعتقادهم، وده اللي هم عاوزين يوصلوا له هو أو هم واللي تحدى الخالق. ولكن رب العباد ليس بغافل عما يفعله هذه المخلوقات. رب يحفظنا ويحفظكم ويعافينا ويعافيكم ويثبتنا حتى اليوم المعلوم. أتمنى أكون قلت لكم معلومات أول مرة تسمعوها، وعلشان أقول لكم عن أسرار أكتر وأكتر هتكتبوا لي تحت في الكومنتات إيه اللي انتوا عايزين تعرفوه تاني عن هذا العالم والوقاية منه، وإيه اللي بيخططوا له وعاوزين يوصلوا له. أشوفكم الحلقة الجاية يا أجمل قلوب في الدنيا.